الله وعلى آله وصحبه وله وبعد. ربنا سبحانه وتعالى قد أنزل قرآنا على صدر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعملون بما فيه، لأن القرآن جاء ليخبر نبأ من كان قبلنا وفيه عصمتنا ونجاتنا، وهو حبل الله المتين. لو قرأنا في سورة الحجرات وهي مدنية وبعدها سورة قاف وهي مكية، سورة الحجرات لم تكن بالطويل، لم تكن سورة طويلة، وهي تتكلم عن حجرات النبي صلى الله عليه وسلم. حجرات جمع حجرة، وهي حجرات الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم التي تكلم الله فيها ليؤدب الأقوام الذين يدخلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا، في الآية الثانية، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. شيخ محمد بالله في المايك ده عشان الصفارة المايك ده. فتكلمت عن آدابنا نحن المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم في النداء عليه. وفي سورة أخرى يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ما ينفعش نقول له محمد صلى الله عليه وسلم محمد، وهذا إن كان لمن عاصره، ولكن الأدب موصول إلى يوم القيامة. حتى الزائرين الآن وعظنا الله وإياكم حينما يقفون في روضة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يعملون بهذه الآية: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذه السورة بينت أحكام عديدة، وبها عدة نداءات يا أيها الذين آمنوا، وآخر نداء ينادي به ربنا الناس جميعا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. فالأدب الثاني بعد حجرات النبي صلى الله عليه وسلم يبين مولانا قائلا: يا أيها الذين آمنوا، قاعدة نسير عليه: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. أول شيء حينما يأتي إليك الذي ينقل الكلام إما أن يكون صادق وإما أن يكون كاذب. إن كان صادق فهو فاسق، وإن كان كاذب فهو هماز مشاء بنميم، كما بين ذلك سيدنا عمر بن عبد العزيز. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وفي القراءات المتواترة: إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، أي تتثبتوا من هذا الخبر ولا تأخذوه بأكمله على الصدق، حتى وإن كان الذي يأتي إليكم صادقا لا بد أن نبحث خلفه. وبعدين بين الصلح مولانا جل في علاه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. شوف حد القتال. سبب نزول الآية دي إن عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين كان يسير، خلاص أعلن نفاقه أمام المسلمين جميعا وأمام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه منافق، خلاص اعتزل مجالس النبي صلى الله عليه وسلم. وكان سائرا بمجموعة من المنافقين يسيرون معه في الطرقات، والنبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه كان يركب البعير مرة ويركب الحمار مرة ويركب الحصان البغل مرة، يعني من تواضع الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي صير الله له البراق الذي مشى به في ليلة واحدة، بل وصعد إلى السماوات العلى في جزء من الليل، أسرع من الطيران. لكن ده من تواضع الحبيب صلى الله عليه وسلم. يركب حماره. حد يعرف حمار النبي كان اسمه ايه؟
ما الصحابة اهتموا بقى، والسير نقلت لنا بكامل التفاصيل، حتى الشيب الذي في رأس رسول الله ولحيته عدوه لنا. حمار النبي اسمه يعفور. اسمه ايه يا شباب يا حلوين؟ يعفور. تمام؟ ده اسم حمار النبي صلى الله عليه وسلم. ويعفور ده ليه قصص بقى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يركب على حماره، ويقول له عبد الله بن أبي بن سلول: يا محمد، صلى الله عليه سيدنا محمد، شوف بقى، يا محمد ابتعد عنا، ابعد يعني من طريقنا، ابتعد عنا فقد آذانا نتن حمارك. فقال له الصحابة: والله لريح عرق حمار رسول الله أطيب ريحا منك. فتقاتل القوم بالنعال وبالجريد، فنزل قول الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. عارف الجمال فين؟ إحنا قلنا عبد الله بن أبي بن سلول المجموعة اللي معاه دول إيه؟ منافقين، صح؟ ومجموعة الحبيب صلى الله عليه وسلم المؤمنين، وسيد المؤمنين إمامهم عليه الصلاة والسلام. شوف بقى أن ربنا سبحانه وتعالى يفتح لهم باب التوبة عساهم أن يعودوا، فقال: وإن طائفتان من المؤمنين، لم ينف عنهم صفة الإيمان، ولم يقل وإن طائفة من المنافقين وطائفة من المؤمنين أو العكس، لم ينف عنهم صفة الإيمان، عساهم أن يعودوا أو يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. حتى لا ننسى حمار النبي صلى الله عليه وسلم يعفور مات قاتلا نفسه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وكأنه جن جنونه حينما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انتقل، ومن الذي أعلمه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحمار علم بفراق النبي صلى الله عليه وسلم، وظل سائرا في الطرقات في الصحراء حتى وجد بئرا فألقى بنفسه بها حزنا على فراق رسول الله. بالله ده حمار طبيعي يا اخوان، بديعة. تمام؟ ده في هذه المناسبة. ثم أخبر مولانا: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، في هذه السورة برضه: فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. تمام؟ ده في نفس السورة الصلح. وبعدها: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. السخرية دي يجتمع فيها أو ينبت منها الغيبة والنميمة، قد يغتابه على سبيل السخرية أو على سبيل التعالي، ومين ده كذا وكذا وكذا، ويقول صفات فيه، صفات هي في المغتاب، صفات هي في الذي لم يحضر معه، والمغتاب يذكرها، وهذا وبال وإثم عليه يوم القيامة. تمام؟ لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ثم بعدها: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الظن أكذب الحديث. يقول لك أنا عارفه، ده أنا عجنه وخبزه، ده أنا عارف نيته من جوه إيه، والله وحده الذي يعلم النوايا وحقيقتها. تمام؟ إن بعض الظن إثم. ولا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: صعد على المنبر وتمعر وجهه قائلا: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فمن تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فرحه الله في قاع داره. إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعضا،
أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ مر النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إنها رواية عن سيدنا عمر، فوجد بغلا ميتا فقال لئن يأكل المؤمن من هذه الجيفة التي خرج ريحها ونتنها، لئن يأكل منها حتى يملأ بطنه خير له من أن يغتاب أخيه المسلم. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس، يقول لجميع الناس: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله، لم يقل أغناكم ولا أشرفكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير، عليم بالتقوى وخبير بصاحبها. سيدنا علي زين العابدين صاحب صدقة السر، ابن مولانا سيدنا الحسين، ابن مولانا سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي الله عنهم أجمعين، جاءه رجل ووجده يبكي وهو لا يعلم أنه علي زين العابدين، معلقا بأستار الكعبة يبكي بكاء شديدا ما يبكيك يا ابن بنت رسول الله، هون على نفسك فإن لك عند الله 3 حاجات يقضيها الله لك، أولها شرف نسبك، وثانيها شفاعة جدك رسول الله، وثالثها رحمة الله بك. فرد عليه أو رد على الثلاث ب3، فقال: أما عن شرف النسب فقد قال مولانا في القرآن الكريم: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وقال سلمان: منا آل البيت صلى الله عليه وسلم. وأما عن الثانية شفاعة رسول الله لي، فقد قال الله فيها: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي لا ينال شفاعة رسول الله أو شفاعة الملائكة أو شفاعة الشهداء أو شفاعة الصالحين إلا من رضي الله عنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وأما عن رحمة الله بي فقد قال مولانا في سورة الأعراف: إن رحمة الله قريب من المحسنين، ولم يقل من المذنبين. إن رحمة الله قريب من المحسنين، فكن محسنا فيما بينك وبين الله في السر والعلن، واحفظ غيبة المسلمين، وتدبروا سورة الحجرات وسورة قاف، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال مولانا في خواتيمها قبل نهايتها يقول: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن، هو ده السر، من خشي الرحمن بالغيب. والرجل القوي التقي النقي الخفي هو الذي يخشى ربه في السر قبل العلن. فنسأل الله العلي القدير أن يجنبنا المساوئ كلها يا رب العالمين، وأن يجعلنا من المتدبرين للقرآن والعاملين به يا رب العالمين، وأن نقرأ في سورة الحجرات في تفسيرها وفي سورة قاف ما استطعنا أن نتعلم في هذا العلم. وفي سورة النساء يقول مولانا: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذا الكلام في تفسير الإمام ابن كثير المجلد الأول. يقول الإمام العتبي: كان جالسا في روضة النبي صلى الله عليه وسلم أو في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه رجل أعرابي غير معروف، فرد السلام على رسول الله وقال: يا رسول الله إنك حق وصدق، وما جئتنا به من الله حق وصدق. فقال الله:
ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فها أنا أتيت إليك مقر بذنبي مستغفر بك ربي. يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكرم. نفسي فداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. ومر قال هذه الكلمات ومر. قال الإمام العتبي فأخذتني سنة من النوم فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي الحق بالأعرابي وبشره بأن الله قد غفر له لحسن مسألته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظ مصر من كل سوء وبلاء يا رب العالمين. وسع الأرزاق وحسن الأخلاق. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله عنا خيرا.